القهوة اللي كتستمتع بها بشكل يومي يقد هاد الطريف ديال السكر بقدر ما كيزين لك الكاس اللي كتكون متلهف تشربو كل صباح، بقدر ما كيدمر الخلايا ديالك من الداخل، بقدر الجمال ديال الكريستالات اللي كيبانوا لك في الميكروسكوب، بقدر الرعب اللي كتحس بيه فاش كتزيد تزومي عليه حتى كتلقى كائنات متوحشة كتحرك وسط منه وكتاكل وكتغذى من الأعضاء ديالك نهار على نهار. من بعد الاكتشاف ديال البيوميكروسكوب الياباني في 2019 على يد هيديستوشي ناكاتا وبارك جي سونغ، داروا تجربة تصوير خلايا الكريستالات ديال السكر اللي خلاتهم ياخذوا عليها جائزة نوبل للسلام. وقالوا في واحد التصريح صحفي انهم عاد فهموا علاش الاجداد ديالهم كانوا كيسميو السكر السحر الابيض 10,000 عام قبل الميلاد، وداك الشيء اللي اكدوه علماء ثيولوجيا من خلال الكتابات اللي لقاو في المعابد ديال الفراعنه. الله شحال ديال التقنبيل كاين في هذا السكريبت. اولا جهاز البيوميكروسكوب كيخدم بطبيب ديال العينين، وهادو التصاور ديال الكريستالات ديال بصح ماشي زوم على السكر، وهذه التصويره ديال الخليه عاديه، وهاد البخوت راه غير متخيله ما كايناش كاع في الواقع. هيديستوشي ناكاتا وبارك جي سونغ ماشي علماء، هذوك راه لعابه ديال الكره، واحد كان كيلعب مع كوريا والاخر كان كيلعب مع اليابان 10,000 عام قبل الميلاد. صاحبي راه ما عندنا حتى شي كتابات جداريه كترجع لذاك العصر، والسحر الابيض قلتها غير من راسي. دابا هادشي باش كيتحط مع التصاور وموسيقى مؤثره، وفاش كيقولوا لك شي حد عنده متتبعين بزاف راه كيبان لك بحال ديال بصح، ولكن مع الاسف الانترنت عامره بحال هاد الهراء من الساس حتى للراس، ومع الاسف حنا كنتيقوا هادشي بلا ما نفكروا فيه ولا كيدخل لينا لراسنا بلا ما نردوا ليه. اجي بعدا واش هاد المخ عندك خليه جاي يتحرش به، ما عنده مرة تحكم فيه، ما عنده راجل غير عليه، سايب بحال هكا ولا كيفاش؟ شنو فيه ما يتعجب كاع؟ باش غادي يكون عامر فاش الطبيب كيحل الجمجمه ديال شي واحد راه كيلقى تما غير رابعه واحد شويه ديال الدهون، تجيب شي اومليط غضحك زعما يكون مهم حتى لهاد الدرجه، وكيصرفوا عليه الناس الدولارات في الدراسات العلميه باش في الاخير يتحكموا فيه ويربحوا على ظهر الملايير. والسؤال المطروح هو واش كنقدروا نتحكموا فيه والى اي مدى نستطيع ذلك؟ واش الاختيارات ديالنا نابعه 100% من اراده حره، ولا كاين اللي شاد لنا التليكوموند وكيشوفنا وكيسمعنا غير اللي بغا؟ ولا كان العقل عندنا ماشي ولد القاصر وغير دايع كنديروا ليه نربطوا؟ حيت في هذا الوقت تقدر تلقى راسك غادي كتشري ايفون بمليون ونص حيت خايف من الشينوا يتجسوا عليه، ولا تقدر تقتنع ان الحليب ديال البقر خاص يشربوه غدا بالعجوله، الا شربتيه نتايا غتولي تفكر بحال البهيم، تقلبها نباتي ولا فيجن. ولا تقدر تمشي تحضر لشي فورماسيون مزباله فلوس باش تنظف راسك من الطاقه السلبيه، ولا تشري شي فورماسيون مزباله فلوس باش تفيق داك الطفل الداخلي اللي عندك، ولا تفعيل اسم الله الرزاق باش تولي مليونير، ولا تقدري تمشي ديري اليوغا باش تطبقي قانون الجذب وتجذبي فارس الاحلام ديالك. غادي تقول لي هادشي كامل طاري، خاصكم حتى نتوما الاخوه والاخوات تعرفوا الجمجمه ديالكم شنو فيه، وداكشي اللي غادي نكتشفوه من خلال هذه السلسله اللي كنعتقد انها غادي تنفع بزاف ديال الناس وتخليهم يبداو يشوفوا العالم بشكل اخر، بواحد الشكل اكثر واقعيه وعقلانيه. ونبداو على بركه الله. انت مثلا اخي العزيز عارف واحد الحاجه، وانت اختي العزيزه عارفه واحد المعلومه، وانا عارف معلومه، والناس اللي عايشين معنا عارفين معلومات على شي موضوع معين، وهاد المعلومات اللي نفترض الاخوه والاخوات لقيناهم متناقضين مع بعضياتهم. السؤال المطروح هو شكون فينا غادي يكون عنده الصح ولا الحقيقه؟ وحتى هاد الحقيقه اللي غادي نكونوا كنتناقشوا عليها كاين اللي كيعتبرها نسبيه وكاين اللي كيعتبرها مطلقه، بمعنى انه شي ناس غادي يقولوا لك ممكن نكونوا كاملين عندنا الصح، حيت نسبيه الحقيقه كتخلي كل واحد يكون عنده الصح انطلاقا من التعريف ديالو ديك الحقيقه، وكيعتبر ان الادراك عنده علاقه فقط بالمدرك اللي هو نتايا، يعني انه انت اللي من حقك تعطي المعايير ديال الصحه او الغلط ديال شي معلومه، والادراك ديال شي حقيقه لا يلزمك بالمعايير اللي حطها شي واحد اخر. وكاين عاوتاني اللي بالنسبه لي الحقيقه مطلقه وماشي نسبيه، كاينه حقيقه وحده، والمعايير ديال صحه شي معلومه ولا الخطا ديالها عنده معايير واحده مشتركه ما بين البشر كاملين باعتبارهم كائنات عاقله. مثلا طرحنا السؤال ديال واش الارض كرويه ولا مسطحه، واحد الناس غادي يقولوا لك هادشي راجع لكل واحد كيفاش حط نظام المفاهيم ديالو، ولا كانت الارض كرويه بالنسبه لك راه تقدر تكون مسطحه بالنسبه لانسان اخر، وهذه هي ما يسمى بالحقيقه النسبيه. كاينين ناس اخرين تيقولوا لك لا والف لا، الحقيقه ماشي نسبيه، والعقل ديال الانسان لا يقبل التناقضات، الارض ممكن تكون اما كرويه اما مسطحه، وما يمكنش تكون بجوجهم، وخاص ضروري واحد فينا يكون غلط. وممكن نعرفوا هذه الحقيقه انطلاقا من معايير عقليه بالاستطاعه ديال الانسان يحطها ويتفق عليها ويخضع عليها التفكير ديالو. وحنا سيدي ويا لالا غادي نخليو الناس اللي كيامنوا بنسبيه الحقيقه حتى شي مره اخرى نتكلموا عليه، وغنتكلموا غير على الناس اللي كيامنوا ان الحقيقه واحده ويمكن ادراكها، ويمكن الانسان يوصل للمعرفه الا خدم العقل ديالو بشكل صحيح. وهذه المعرفه اللي بغينا نوصلوا ليها راها كتعتبر اشكاليه فلسفيه كبيره فيما يسمى بالابستيمولوجيا. نظريه المعرفه كتقدر تبان لبعض الناس غير تفلسيف زايد على الوقت، وحقيقه الاشياء راها باينه من الطياره بلا ما يحتاج الواحد يبقى يذوق في الهضره. وهذا النوع من الناس راه كاينين بزاف في المجتمعات ديالنا وسعداتهم بصراحه، حيت كياخذوا الامور ببساطه
وما كيتعرضوش لاشكاليات جديده اللي كتصادم لهم القناعات ديالهم. فاش كنتكلموا على القناعه كنقصدوا بها الاعتقاد والجزم ان المعرفه اللي عنده مطابقه للواقع بلا ما يحتاج لها شي دليل. مثلا ان الله هو الخالق ديال الكون سبحانه وتعالى. الا شي واحد ما عمره وصلت به الظروف يشك في هذه الحقيقه ويتهز الايمان ديالو بها، راه كيبقى عايش بخير، ولكن ما يقدرش يقنع بها شي حد اخر، لان مصدر المعرفه بالنسبه ليه هو داك الايمان اللي عنده في القلب ديالو، ولا كنسميوها تجربه شخصيه. اما اللي كان شي حد اخر جاتو مواقف تعرضوا فيها القناعات ديالو الاسئله محرجه ما قدرش يجاوب عليها، فراه ممكن يتزعزع وكيولي خاصو يوصل لديك المعرفه اللي دوينا عليها في الاول بشكل منهجي. وهذا الشيء راه كنعيشوه في ابسط الامور. مثلا كاين اللي معتقد ان الفلسطينيين باعوا الارض ديالهم، وان اكثر الناس تطبيعا مع الكيان الصهيوني هما الفلسطينيين براسهم. هذه الفكره ممكن يكون اقتنع بها بشكل سطحي الا دخلها لي شي واحد لراسو باستعمال المغالطات المنطقيه وما كانش عنده التفكير الناقد. ولا مثال اخر اكثر بساطه هو ان مثلا شي حد كيقول لك ان فرنسا بلد في قمه العنصريه، وغير لك انت غادي تمشى في الزنقه غادي يبداو يشبعوا فيك شبان، حيت سمعتي تصريح ديال واحد الرموز اللي تابعين اليمين المتطرف واللي مكروهين حتى من الشعب الفرنسي اولا، وباش تقتنع بهذه المعلومه. ولا غير مثلا شي حد شاف فيديو ديال الفار دايز حدا برج ايفل يقدر يقتنع ان باريس كامله عامره بالفيران، وكتهرس ليه الصوره ديال انها الوجهه السياحيه الاولى في العالم. ولا ممكن يسحب لي ان امريكا كامله عامره بالبنايات بحال الساحه ديال تايم سكوير وكل شي الناس فيها كيعيشوا الحلم الامريكي. غادي يجي واحد النهار يتفرج في وثائق ديال امريكا بلاد الفقراء يقد يقتنع ان ديك 300 مليون نسمه ما عندهم ما ياكلوا، وبدا يروج للفكره ديال ان فرنسا فيها الفيران وامريكان ميتين بالجوع على اساس ان الهجره قرار خاطئ وان بلادك هي احسن البلدان. وزيد من القناعات اللي كتقدر تدخل لينا لراسنا بحال هكا. كل واحد الا جلس مع راسو غادي يلقى ان الاف الافكار دايزه ليه العقل ومغلوطه حتى النوع، ولكن عمر جات شي فرصه اللي خلاته يتاكد منها. الا بغيت نبقى نعطي في الامثله ديال المغالطات سواء على المعلومات العلميه ولا الاجتماعيه ما غاديش نسالي هذه الحلقه، الا انه ماشي بالضروره الواحد يعاود يراجع الافكار ديالو كامله ويمشي يشك فيها ويقلب على الحقيقه ديالها. واخا يحاول راه ما غاديش يكفاه العمر كامل، واللي بغى يحاول راه ممكن يشد التقاعد في السبيطار ديال برشيد. وحتى هذه راه قناعه مغلوطه بقات في الذاكره الاجتماعيه ديال الناس، حيت ما بقاش السبيطار ديال برشيد هو اكبر مستشفى ديال الامراض العقليه في المغرب، ويمكن كان حتى في افريقيا. دابا راه ما كاينش غير 200 بلاصه ولا ما كاملاش مقارنه مع 2000 بلاصه اللي كانت في الوقت ديال الاستعمار الفرنسي. الصحه النفسيه على قد الحال في المغرب، الواحد يتكلت على راسه. يكون عند الواحد تفكير ناقد ما كيعنيش انه يكون انسان مشكاك وعدمي ومآمن بوالو. بالعكس الاخوه والاخوات، الوصول للمعرفه بشكل منهجي كيمكننا من اننا ما ندخلوش لراسنا افكار مغلوطه بلا فلتر، كيخلينا نبنيو الاعتقاد ديالنا على الصح. واللي خلاني بصراحه نتكلم في هذا الموضوع ونخصص ليه ان شاء الله حلقات كثيره مستقبلا هو واحد الموجه ديال المتكلمين خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام عموما، غير كيشيروا بالافكار ديالهم بلا منطق بلا منهجيه بلا علم بلا يديك بلا يخليك. ها اللي باغي يعاود يفسر القران، ها اللي قال لك السنه النبويه كامله ما صحيحاش، ها اللي اخترع نظام غذائي جديد، ها اصحاب الطاقه الكونيه الى اخره. والغرض في هذه الرحله هو نديروا نظام حمايه للعقول ديالنا ونطوروا مهارات التفكير اللي غادي تخلينا نكونوا ناس صالحين وفاعلين بايجابيه في هذه الحياه. نظرية المعرفة صعيب نلخصها ونتكلم عليها كاملة، وبان لي نتكلم فقط على المحور ديال مصادر المعرفة. هذا محور بوحده من بين المحاور أخرى بحال طبيعة المعرفة، إمكانية المعرفة، حدود المعرفة، كيفية المعرفة إلى آخره. اللي بغى يتعمق في الموضوع فلسفيا غادي يلقى بزاف ديال الأفكار غريبة، وبالنسبة لي كنصنفها ترف فكري ما عندوش شي فائدة. ودابا خلينا غير في مصادر المعرفة. أول مصدر ما كاينش عليه اختلاف كاع ما بين البشر وهو الحس او التجربه الماديه او التجربه المحسوسه او لا العلم التجريبي. كاع هادو تقريبا كيعنيو نفس الحاجه. الانسان كيوصل للمعرفه اعتمادا على الحواس اللي عنده في الجسم ديالو. مثلا درجه الحراره ديال الماء فاش كتوصل للغليان كتحرك الجلد، حيت الا درتي يديك في شي مقرر سخون غادي يسلقك بكل بساطه. اصوات كنسمعوها، الشمس كتغرب حيت كنشوفوها بعينينا، الليمون عنده ريحه مختلفه على البصله حيت كنشموها، والهريسه كتشوط لنا اللسان حيت كنذوقوها، وهكذا. هذا الشيء غير الا شفنا الامور بشكل سطحي جدا. اما الا بغينا نشوفوها بشكل معمق غادي نتكلموا على العلم التجريبي المادي او المنهجيه العلميه بالانجليزي ساينتيفيك ميثود، وهذا عزيز على واحد الفئه ديال الناس غادي نخصوا لهم حتى هما حلقه بوحدهم ما يتزاحم معهم حتى واحد. الاشكال اللي عندنا مع هذا المصدر هو ان بعض الناس كيعتبروه المصدر الوحيد والاوحد للمعرفه. ما كاين ما ولكن ما شفتش بعينيا وسمعت بودنيا ما نطيقش. اش خلاها المغاربه الشعر اللي ما كنشدش كراه ما كاينش لاش تحسب به. دونك قلنا ان اول مصدر عند الانسان ديال المعرفه هو التجربه الحسيه، وفي الوسط العلمي كنقولوا ليه العلم التجريبي، وهو العمله ديالو كتكون بالاوراق البحثيه بالمقالات العلميه في المجلات العالميه المتخصصه مثلا بحال ساينس بحال نيتشر الى اخره.
وكاين من الناس اللي غنجبد ليه نظريه منشوره في شي مجله من هاد المجلات بحال اللي جبدتي ليه التوراة اللي نزل على سيدنا موسى، ما تناقش معاه فيه بتاتا. وهذا كيف ما قلت اشكال كبير غادي نتكلم عليه مستقبلا. المصدر الثاني عند الانسان هو العقل، وما ادراك ما العقل. وما خصناش نخلطوه مع الدماغ، العضو اللي كيتكون من المخ، المخيخ، البصله السيسائيه كيف ما قرينا في الابتدائي. العقل كنقصدوا به الخاصيه اللي ميزنا الله تعالى بها على باقي الحيوانات. المهم انا كنقول ميزنا بها الله تعالى، وكاين اللي كيقول تطور، وهذه قصه اخرى عاوتاني غادي نتكلم عليها حتى هي في وقت. القرود عندها دماغ ولكن ما عندهاش عقل مفكر، وهما وباقي الحيوانات كيعيشوا بالغرائز الضروريه باش يبقاو على قيد الحياه. وداكشي علاش ما غاديش تلقى قرد وقرده نزوجوا جمعوا حوايجهم ومشاو دوزو شهر عسل في تركيا حيت ما دايراش علينا الفيزا. ما غاديش تلقى كلب قال لمولاه انا غادي نمشي نضرب دويره ونرجع غير خليك في الدار. وما غاديش تلقى حمار وحشي حيت عاجبو اللون ديالو مغني اغنيه ديال الراب كيكلاشي فيها الحمير الاليفه اللي عايشين مع الانسان. علاش؟ حيت ما عندهمش عقل. وهذا العقل السيدي ويا لاله كيقسموا بعض الفلاسفه او التيارات الفكريه لجوج ديال العقول، ما كفاهمش واحد. العقل الاول كيسميوه العقل المنشأ، والعقل الثاني كيسميوه العقل المنشئ. المنشأ يعني اللي كنلقاو انستالي عندنا في السيستم، ما كنحتاجوش ندربوه على المبادئ الفطريه الاوليه. وشنو هي عاوتاني هذه المبادئ الفطريه الاوليه؟ بحال العمليات الرياضيه البسيطه، ما يمكنش تشرح لشي حد ان 1 زائد 1 كتساوي 2، او لا تبرهن ليه ان التفاحه الا قسمتيها على 4 هذاك الربع راه عمره ما غادي يكون كبر من التفاحه كامله. كيتسمى مبدا الجزء دائما اصغر من الكل، ولا المبدا ديال عدم التناقض. ما يمكنش مثلا نكون انا موجود وغير موجود في نفس الوقت، المتناقضين ضروري يبقى غير واحد فيهم. وما يمكنش اكس يكون كيساوي 3 وكيخالف 3 في نفس الوقت. وعندنا عاوتاني المبدا ديال الثالث المرفوض، مثلا ما يمكنش شي عدد كيخالف الصفر يكون ما هو موجب ما هو سالب، ولا انني نكون ما انا موجود ما انا غير موجود. يعني ان المتناقضين ما كينجمعوش وما كيترفعوش بجوجهم، ضروري كيبقى واحد كيناقض الاخر. وكاين عاوتاني مبدا السببيه ديال ان اي حدث لابد له من مسبب. ما يمكنش تمشي شي مره تدخل الكوزينه وتلقى طاجين تصايب وتقول راه صدفه ولا راه كان بحال هكا، ولا ما تسوقش ليه كاع تلقى طاجين طيب بوحدو وندوز من حداه. العقل الفطري ديال الانسان دائما كيسول على ما هو السبب. وحتى بالنسبه للكون العقل ما كيقبلش المساله ديال انه خلق راسو براسو، لا بد ليه من خالق ولا من صانع. واحد الخالق اللي ما خاضعش لهذا العقل حيت هو اللي خلقه سبحانه وتعالى. والعقل ديالنا مخلوق فيه هذا المبدا ديال السببيه. واخر مبدا اللي نقدر نتكلم عليه هو الهويه، اللي كيتعرف ان كل شيء هو. هذه ما عرفت كي غندير نشرح. انا مثلا سميتي حمزه، عندي واحد الهويه ما يمكن نكون الا انا، مستحيل يكون شي حد اخر، بمعنى ان كل شيء هو مطابق لذاته. ما فهمت والو الاخوه والاخوات. دابا مثلا فاش كتعرف شي حاجه كتقصد بها هذيك الحاجه ولا شيء غيرها. الا الاولاد قالوا لماماهم شهينا رفيسه، ما يمكنش تصايب لهم سطيله حيت الهويه ديال كل حاجه كتبقى ثابته. يعني هذوك ولادها فطريا غادي يعرفوا ان داكشي اللي طلبوه ماشي هو داكشي اللي تصايب. كنت في الاول كاتب في سكريبت الا قال الراجل لمراته طيبي لي الرفيسه وبدلتها في اطار المساواه وداكشي. واخا هاد المبادئ كتبان عبيطه ولكن راها من الاعجاز ديال ملكه العقل اللي عطانا الله تعالى. وهذا كان غير العقل الاول، العقل المنشأ كيف ما قلنا. اما العقل الثاني فهو المكتسب اللي كندربوه باش كيولي يفكر ويلاحظ ويفسر ويستنتج حقائق انطلاقا من هذيك المبادئ الاولى اللي كانت عنده. مثال بسيط في الرياضيات كيف ما قلنا، الجمع والطرح ما كيحتاجوش شي شرح، اما المعادلات اللي فيها بزاف ديال المجاهيل كيخصها عمليات عقليه معقده باش نفهموها. وكاين اشكاليات كبيره مازال ما عندهاش اجوبه لا من الناحيه الفلسفيه لا من الناحيه العلميه التجريبيه، بحال علاقه العقل بالدماغ والعقل الواعي واللاواعي والذاكره الى اخره. هاد المصدرين ديال المعرفه اللي هما التجربه والعقل غادي يضربوا لنا مع بعضياتهم باش يخلقوا لنا جدليات او محور فلسفي سميتو النظريه والتجربه، اللي غادي تخرج لنا جوج ديال الطوائف من الفلاسفه. الطائفه الاولى كتقول لك ان المعرفه كيحصلها الانسان فقط من خلال التجربه والتجريب، مثلا فاش كيقيس العافيه كيتحرق، فاش كيغطس راسو في الماء كيتخنق، فاش كيعطش كيموت الى اخره. وهذا الشيء كيتسمى التجربه اللي كتعطيك معرفه شخصيه على الاشياء. اما التجريب راه هو ديك المنهجيه اللي كتخليك توصل للحقائق العلميه اللي كيولي مقتنع بها كلشي، ماشي كتبقى غير شي حدود معرفه شخصيه. مثلا حقيقه ان الماء كيتبخر فاش درجه الحراره كتوصل ل 100، غادي نشد المقراض وندي نسخنو في الشينوا وندي نسخنو في مراكش وندي نسخنو في كندا ونشوف فاش كيتبخر في هذوك البلايص كاملين بهذيك الحراره. ولا كاين شي عامل اخر، نشد هذاك المقراج ونخوي الماء ديالو على يدي وعلى دري صغير وعلى الكبار وعلى العيالات وعلى الحيوانات، وفاش كلشي غادي يتحرق غنتاكد ان الحراره كتاثر على الماده، حيت حنايا اللي غنحسوا بها، اما اللي درت على الطابله ما غاديش تحس. وعاوتاني غنعطي بزاف الناس يجربوها ماشي غير بوحدي. يعني ببساطه كنقوموا باعاده التجربه في مختلف الظروف باش كنتوصلوا لحقيقه علميه بشكل منهجي ما يختلف عليها حتى شي واحد من بعد. الطائفه الثانيه كيقولوا لك بكل ثقه ان العقل قادر على الوصول للمعرفه دون اللجوء الى التجريب. يلا حيد لهم تاهي من فوق. والدليل هو ان الحيوانات ها هما عندهم حواس وكيديروا بزاف ردود الافعال بحالنا ولكن ما عندهمش عقل. داكشي علاش بقاو حيوانات، ما مشاوش دوزوا شهر العسل في تايلاند. وكيدافعوا على راسهم هاد الطائفه مثلا ان الانسان قديما قدر ياسس لبعض العلوم بحال الفلك واخا ما كان عندهم الماتيريال لا والو. بالعقل التجريدي والخيال قدروا يجيبوا لنا نظريات علميه دقيقه، ومنهم العالم اينشتاين اللي
كيعتبر ان العقل هو المنتج ديال التجربه، وتيقولوا لك هاد الناس راه بلا ما تحتاج تنقز من السطح وتحسب السرعه باش غادي تهبط وتشوف واش ديك الخبطه غادي تشخشخ لك العظام ولا لا. تقدر غير بعقلك تحسب هادشي كامل بالورقه والستيلو وتوصل للنتيجه ديال انك غادي تموت وتنعل الشيطان وتدوز جلس بحالك من هاد الافكار الانتحاريه. ولا ما نطول عليكم، من بعد غادي تصارحوا هاد النظريات وغادي يقتنع الانسان ان العقل والتجربه بجوجهم مصادر مهمه للمعرفه وكيكملوا بعضياتهم وما يمكنش نستغناو على واحد فيهم. ودابا انا في الحقيقه ما كرهتكمش تسولوني الاخوه والاخوات واحد السؤال مهم: واش الانسان عنده غير جوج مصادر ديال المعرفه ولا كاينه شي حاجه اخرى؟